واش عمرك تخيلتي أن حرب ولا توتر في واحد المضيق بعيد علينا بآلاف الكيلومترات يقدر يضرب مباشرة جيبك في المغرب؟ هذا الشيء ماشي خيال، هذه هي الحقيقة ديال مضيق هرمز، واحد من أهم نقاط العبور في العالم، واللي دابا داخل في مرحلة توتر كبيرة. السؤال الحقيقي شنو التأثير على المغرب؟ واش غادي نخلصوا الثمن بوحدنا ولا ممكن تكون فرص مخبية يستافد منها الاقتصاد المغربي؟ خليك معايا حيت غادي نفكوا هذا الموضوع بالارقام بتحليل بسيط وسريع. شنو هو مضيق هرمز وعلاش مهم؟ مضيق هرمز هو واحد الممر بحري صغير نسبيا ولكن مهم استراتيجيا، حيث كدوز منه تقريبا اكثر من 20% من الصادرات ديال النفط العالمي وحوالي ثلث التجاره العالميه ديال الغاز. يعني اي توتر فيه كيساوي صدمه في اسعار الطاقه في العالم كامل. شنو وقع في الازمه؟ مع تصاعد التوترات العسكريه والسياسيه في المنطقه، بزاف ديال الشركات وناقلات النفط بداو كيخافوا بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وتأخير الشحنات واحتمال إغلاق المضيق جزئيا أو كليا، والنتيجة أسعار النفط طالعة بسرعة صاروخية. ثمن ممكن يوصل من 100 ل 120 حتى ل 130 أو 140 في حالات التوتر القصوى. التأثير المباشر على المغرب دولة كتستورد أكثر من 90% من حاجياتها الطاقية، يعني ببساطة ملي النفط كيطلع عالميا المغرب كيتضرر مباشرة. شنو غادي يوقع؟ ارتفاع أسعار المحروقات، الغازوال والبنزين غادي يطلعوا، ممكن اوتوماتيكيا نشوفوا زيادة متتالية في الثمن، ارتفاع تكاليف النقل، الطاكسيات، الطوبيسات، نقل السلع، تضخم عام في المعيشة، حيت النقل كيغلى، السلعه كتغلى، المعيشه كامله كتغلى. هنا كنوصلوا للنقطه الحساسه، التاثير على المواطن والقدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. غادي يحس مباشره بنقص في الدخل الحقيقي ديالو، زائد ضغط على المصاريف اليوميه. مثال بسيط، اذا زاد الغازوال بدرهم واحد كيتاثر النقل، كتاثر الفلاحه، كيتاثر الانتاج، كيتاثر كل شيء. وهنا كنكونوا امام موجه تضخم جديده. الدوله كتكون قدام خيارات صعيبه، اما تخلي السوق حر والمواطن يتحمل العبء، او كتدخل بالدعم ولكن هذا الشيء كيضغط على الميزانيه، او كدير مزيج بيناتهم، دعم جزئي زائد مراقبه الاسعار، وهذا الشيء كامل كيأثر على الاستثمارات، التوازنات الماليه، وكيزيد في العجز ديال الميزانيه. واخطر حاجه، حتى الا ما تسدش مضيق هرمز، غير التوتر فيه كافي باش يخلي الاسعار ديال البترول تطلع. يعني المغرب ممكن يتضرر حتى بلا حرب حقيقيه. المغرب كيهدف يوصل 52% من القدره الانتاجيه للكهرباء من الطاقات المتجدده في 2030. كلما زاد الصداع في مضيق هرمز او شي توتر في مكان اخر كيؤدي لارتفاع اسعار النفط، كلما بان باللي ان الاستقلال الطاقي ديال المغرب هو الحل الوحيد. هذه الازمات هي الصفعه اللي خاصها تخلينا نسرعوا مشاريع الطاقه المتجدده الكهربائيه والهيدروجين الاخضر. واش كتظن ان المغرب يقدر يتجاوز هذه الازمه باقل الخسائر ويعرف انه لا سبيل لاقتصاد قوي الا بالسياده الطاقيه؟ في الختام يبقى النقاش مطروح والراي مسؤوليه والمعلومه امانه. نترك لكم مساحه التعليق وابداء الراي باحترام، والى عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك والتفاعل، لان المتابعه ديالكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.